كيكة الايس كريم الباردة او الاوريو وصفة سهلة قوي وسريعة. معايا باكو من الكريم شانتيه و3/4 كوباية من الحليب البارد. هضربهم كويس قوي وهضيف عليهم 260 جرام من الجبنة الكريمي. هضربهم كويس وادخلهم التلاجة. انا استخدمت هنا بسكوت سادة واوريو وبيمبو. هقسمهم كويس قوي بالسكينة واضيف عليهم بولة كبيرة من قطع المانجا او اي فاكهة انتوا بتحبوها. هقلب كل المكونات بتاعتي مع بعض، وهجيب قالب الكيك واغلفه بالكيس بلاستيك واملى القالب بالمكونات بتاعتي كلها، وهسويه واغطيه بالكيس البلاستيك وادخله الفريزر لمده من 3 ساعات ل 4 ساعات، والافضل يكون ليله كامله. هشيل كيس البلاستيك وهجيب طبق كبير واقلبه وهقدمه. مش هقول لكم متماسكه وجميله قوي، مش محتاجه اي اضافات. طعمها غني ولذيذ بصراحه، تجربه حلوه لازم تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، وباي باي.